فخامتك. نقطتين مضيئتين كانوا موجودين، أنا بسجلهم هنا والشيخ محمد هيزعل. الشيخ محمد بن زايد حرجة، والله والله والله، وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. يوم تاني يوم أو تالت يوم ما كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر. طيب أول مرة هشوفه، فجيه يعني كان ساعتها الناس بتقف. أنا بفكر كله، بفكر الناس اللي في مصر قبل وأفكر نفسي وأفكر الناس اللي هنا. يعني كانت بتقف ناس طوابير على محطة الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. أيوة أنا، طب أنت ما تتكسفش إنك تقول كده؟ ليه بتكسف ليه؟ إحنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي إيه؟ بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام ده كنت بقوله كتير في الأول لو تفتكروا، أقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من الأمان والسلام والاستقرار اللي موجود ده تمسكوا فيه كده. إيه على كل حال، فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بحلف والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين. أنا بقول كده للمصريين، بفكرهم، بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر. ده كانت أول نقطة إيه؟ مضيئة. وعشان أكون منصف وأمين، والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولا، وده مش عيب، ده حالتنا، ده حال مصر وحال دول كتير دلوقتي في المنطقة بتمر بكده. حال دول في المنطقة بتمر بكده. امبارح كنت قاعد مع أخويا الشيخ محمد رئيس الدولة، بقول له هطلب منك طلب. قال لي خير. قلت له سوريا عشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا. فقال لي احنا، اقول كده ولا ما يصحش؟ والله العظيم قال لي احنا بنبعت 8 طيارات كل يوم. صحيح. قلت له اكتر. قلت له ايه؟ اكتر. طب ممكن الشعب الاماراتي يزعل من ده؟ مش عارف. اوعوا تزعلوا ابدا. لا، اوعوا، بالعكس تفتخروا وتتشرفوا وتسعدوا ان انتم عملتوا ده وبتعملوا ده. دي الكلمة اللي انا عايز، النقطة المضيئة الاولانية اللي لولاها يا فيصل لا يمكن ابدا، على قد عقلي وعلى قد الشوف اللي انا كنت شايفه ساعتها، ان كانت مصر تعدي من اللي هي فيه. ابدا ابدا.